الابطال بتوعنا اعني بيهم الاثنين، لان الاثنين بقوا حاجه واحده، الجيش والشرطه. ما بنشتغلش لوحدنا، بنشتغل مع بعض الاثنين. بهذه الكلمات أشاد وزير الدفاع الجديد بأداء الجيش والشرطة في مواجهة ما وصفها بالعناصر الإرهابية في مصر. وأمام عدد من قادة وضباط الجيش وفي أول كلمة بعد توليه منصبه، بدا الرجل القوي يسير على خطى سابقه المشير عبد الفتاح السيسي في النهج والكلمات. أيام قليلة فقط تفصلنا عن كلمات مشابهة قالها السيسي بينما كان صدقي صبحي على يساره وعلى يمينه وزير الداخلية. وزارة الداخلية ما شاء الله يعني حاجة تشرف وتفرح، وربنا يا رب دايما يوفقكم، واحنا جنب منكم ومعاكم عشان نحمي بلدنا. لحظة تأمل، فيلم شاهده صبحي وهو جالس وسط أقرانه لما يراه الجيش عن المخاطر التي تواجه المجتمع المصري، فظهرت صور لميليشيات وجماعة ملثمة تتلو بيانا، تأتي بعدها صور لعدد من الإسلاميين برابعة العدوية، بدت وكأنها تأكيد لما استقرت عليه عقيدة الجيش. بنبرة هادئة وقسم للحفاظ على أمن الوطن وتعهد بمحاربة الإرهاب، بدا صدقي صبحي كما يرى مراقبون تلميذا نجيبا لأستاذه. يعني نحيي البطل العظيم المقدام المشير عبد الفتاح السيسي